هنبدأ الدرس الثاني اللي هو بعنوان حاجة اسمها الطاقة. طالما انت قدرت تبذل شغل يبقى انت تمتلك طاقة. طيب حلو، الطاقة هي يا جماعة إمكانية بذل شغل وإحداث تغيير. يعني إيه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم؟ يعني ما ينفعش تيجي تقول لي هجيبها لك على الفلوس شوية. لو أنا النهاردة أنت طلبت مني 100 جنيه عشان تشتري حاجة ثمنها 70 جنيه، فأنت خدت ال 100 جنيه ورحت رجعت من غير ما تشتري حاجة. طب فين يا عم ال 100 جنيه؟ ما خلاص ما فيش حاجة اسمها كده. زي بالظبط اللي أنت لما عندك مصدر للدخل ولا تعرف تجيب فلوس، لقيتك مروح معاك 100 جنيه. جبتها منين؟ قلت لي شطاني كده، ما ينفعش. الطاقه نفس الكلام. عشان اتعرف على طاقه الحركه، اول حاجه انا عايز القانون اللي يحسب طاقه الحركه، عايز اطلع تعريف لطاقه الحركه. طبعا مش هقول وحدات ولا معادله ابعاد، انا بعدها هقول لك عايز امثله لطاقه الحركه. بعد كده عوامل تغير طاقه الحركه، علاقات بيانيه، نسبة وتناسب. وهناخد جزء كبير من الملاحظات. عرف طاقة الحركة تعريف بسيط: هي الطاقة التي يمتلكها الجسم أثناء حركته. لو أنا قلت لك السرعة دي مقدار ثابت، يبقى مين الحاجة الوحيدة اللي هتغير طاقة الحركة؟ علاقة إيه؟ جدع. يبقى لو السرعة نفسها زادت للضعف، ربع السرعة، مش اضرب السرعة في 2، ربع السرعة. يعني اللي هيجي يكتب القانون هنا ويقول لي كي اي بتساوي نص ام في تربيع، غلط، مش هيعرف يجيب الميل. لو انت اثرت على جسم اهو بقوه فتحرك في نفس الاتجاه بتاع القوه، يبقى ده سرعته بتزيد. لو انت اثرت على جسم بقوه محصله عكس حركته، يبقى كده سرعته بتقل. في اعتراض هنا؟ المفروض تعيد لي اللي انا قلته هنا بقى. يبقى اقول له ايه؟ ها، لو الجسم ده ماشي بسرعه منتظمه ثابته، يبقى عجله بكام؟ طيب، وقوة محصلة، جدع. الرجالة ماتت ولا ايه؟ وكده الشغل المبذول أثناء الحركة هيساوي صفر. يعني أنا عمري ما هيبقى في علاقة بين الدي والفي اي تربيع إلا إذا قال لي إيه؟ ضغط على الفرامل حتى طار.